اول ما بتسمع كلمه شوفان بتحس انك داخل على كلام مهم واكل صحي، فليه؟ وناس كتيره بتاكله ليه؟ الشوفان هو نوع من انواع الحبوب، بس مش اي حاجه، ده نينجا. ليه؟ ده لانه ليه قيمه غذائيه عاليه، ولما بتاكله فهو بيمدك بطاقه كبيره قوي، وده لانه بيحتوي على فيتامين بي اللي بيساعد في تعزيز انتاج الطاقه في الجسم، وكمان بيحتوي على حديد وفوسفور وكالسيوم، وضيف على كده كمان انه بيحتوي على الياف غذائيه اللي بيساعد في انتظام مستويات السكر في الدم وزياده الشعور بالشبع. وبمناسبه الشبع بقى، فهو بيبطئ من عمليه تفريغ المعده، وده اللي هيخليك تحس يعني انك شبعان وبطنك ممليه لفتره اطول، وبالتالي هيساعدك انك مش هتاكل كتير ويساعد في عمليه نقصان الوزن. طب الناس بقى اللي بيعملوا رياضه بيدخلوه في اكلهم ليه؟ غير انه الشوفان بيزودهم في الطاقه، الا انه غني بالبروتين اللي هو مهم لنمو العضلات، فهم لما بيلعبوا رياضه ده بيساعد انه يقوي العظام والعضلات، بس في نفس الوقت ده بيشكل ضغط على المفاصل، فهم لازم بعد التمرين ياكلوا وجبه فيها حاجات زي الشوفان وشويه فواكه ومكسرات، وده بيساعد على التعافي بعد التمرين. وضيف على كده كمان ان الشوفان كمان بيسهل الهضم وبيقلل من التهاب القولون، وكمان بيعزز صحه الجلد والقلب، والاقوى بقى انه بيقوي الذاكره. ومعلومه على السريع كده، الشوفان يعتبر حلو لمرضى السيلياك، لان الشوفان بطبعه هو خالي من الجلوتين، بس لازم ناخد بالنا لانه ممكن في خط الانتاج ممكن يكون اختلط بحاجه فيها جلوتين، فلازم قبل ما اي حد عنده حساسيه من الجلوتين انه يتاكد ان مكتوب على الشوفان ده انه خالي من الجلوتين. ده غير ان الشوفان بيدخل فيه اكل الاطفال بشكل كبير، وده لانه غني بالمعادن والفيتامينات زي ما احنا قلنا، وكمان بيعزز من وظائف الدماغ. طب هندخل بقى الشوفان في اكلنا ازاي؟ ممكن نضيفه على شويه حاجات زي الزبادي، او ان احنا ممكن نعمل بيه شوربه شوفان او كيكه بالشوفان، او ان احنا ممكن نعمل بيه عيش شوفان او وافل او بانكيك او كوكيز بالشوفان. وهنعمل شويه من الحاجات دي في فيديوهات جايه، فاستنونا.